كاين ناس كتقاتل باش تحافظ على تراثها وثقافتها وكتشوف ان فقدان هذا الشيء هو نهايه وجودها، وكاين ناس بالعكس كتهدم التراث والثقافه ديالها بحجه انه شيء تافه. واش تراثنا وثقافتنا هو مجرد ترف او لا ضروريين باش نبقاو امه واقفه؟ ابن خلدون كيقول في المقدمه ديالو: المغلوب دائما ما يميل الى تقليد الغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر احواله وعوائده. هذا التقليد ينبع من الاعتقاد ان الغالب اكمل وافضل، مما يؤدي الى فقدان المغلوب لهويته وثقافته الاصليه. ابن خلدون كيقول ان للتراث والثقافه دور كبير في قيمه الامم والشعوب، كما أن للابتكار والصناعة والعلم دور في نهضة البلد، وكما أن للأخلاق والمعاملة والأشياء الاجتماعية دور في نهضة الأمة، كذلك التراث والثقافة له دور كبير في نهضة الأمم والشعوب. مدن كثيرة بحال مراكش وفاس وشفشاون والصويرة كيعتمدوا على التراث كرافعة اقتصادية. الأسواق التقليدية، بيع الملابس التقليدية المغربية بحال الجلباب والقفطان، الأكل المغربي، هذه الأشياء التراثية اللي كتجلبنا السياح عبر العالم، والمغرب كتشكل السياحة دور كبير في المداخل ديالو. اليابان، العملاق الياباني الثالث عالميا في الاقتصاد. اليابان في بداية القرن 17 ملي شافوا المد الغربي غادي يقضي على الهوية والثقافة ديالهم، دخلوا في عزلة طوعية تقريبا بقات شي 200 سنة. هاد العزلة هذه حاولوا انهم يحافظوا على التراث والثقافة ديالهم. ملي قرروا انهم ينفتحوا للعالم جلبوا الاشياء الصناعية والتكنولوجيا فقط. وحاليا كنشوفوا واحد التوازن في بلد اليابان بين التراث والحضاره. مراسم كثيره في اليابان بحال مراسم الشاي والكيمونو، هذه الاشياء التراثيه اللي حاولت اليابان تحافظ عليها لمئات السنين. اليابان كتعلمنا اننا ما نضيعوش هويتنا وتراثنا، نتطوروا ولكن نتطوروا مع التراث ديالنا. وفي الاخير كنقولوا كاين تفريط من المسؤولين تجاه المسؤوليه ديالهم، ولكن السفينه اللي كتجمعنا كاملين الا كان فيها شي خرق، واش خصنا نتوقفوا ونلوموا بعضنا، او أننا نحاولوا ما أمكن نصلحوا هذا الخرق باش نكملوا المسيرة ديالنا؟ السفينة هي بلادنا. إذا كنت أنا مهتم بالتراث والثقافة، أنت اهتم بالتكنولوجيا، الاقتصاد، الصناعة، العلم، هذه العوامل كلها مرتبطة مع بعضها. آخر كنقولوا أن التراث هو اللي كيشكل الجذور ديالنا، فالمغرب مغربنا كاملين ومسؤوليتنا كاملين. السلام عليكم.